إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أهلا وسهلا يا أحسين، مرحبا أهلا. نعم، إذا نتمنى لك التوفيق. يلا يا أحسين بني، يلا. من إندونيسيا، بالتوفيق لك إن شاء الله. تفضل، أمتعنا. اقرأ يا بني من قول الله تعالى: ويسألونك عن الجبال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا. لا ترى فيها عوجا ولا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما.
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم. الله ما شاء الله. أكبر، الله أكبر. ما شاء الله عليك يا أحسين من أندونيسيا. ما شاء الله ما شاء الله. تحية لأحسين. ما شاء الله. سبحان من خبأ سره في أضعف وأصغر خلقه. ما شاء الله. الله أكبر يا شيخ. شيخ عبد القادر. على رواية دكتورنا الكريم: ما هذا الجلال وما هذا الجمال. الله أكبر. لا نجد تعبيرا أفضل من هذا. ما شاء الله، أداؤه اليوم كان رائعا، كان مميزا، كان حضورا فعلا قويا في هذا النصف النهائي. ما شاء الله على ابننا محمد أحسين. صور لنا فعلا هذه الآيات تصويرا في حديث الأخبار يوم القيامة: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فما شاء الله كان له من الإمكانيات التي بذلها الشيء الكثير. ليست إمكانيات ولد، هي إمكانيات قارئ ما شاء الله عالمي، ولكننا وجدناها في هذا الصبي الصغير ما شاء الله عليه. فقط تنبيه واحد لمحمد أحسن فقط قد تكرر معه كثيرا حتى تكون تلاوتك في أرقى درجاتها. تجنب يا بني تقطيع الحروف، بعض الحروف تقطعها عن الكلمة، مثلا في نسفة، صفصفة، للرحمن، الرحمن، يحدث، مثلا الحروف الساكنة تفصيلها عما بعدها. يحصل لك بعض يعني السكت الخفيف الذي قد ربما يرى أن الكلمة مقطوعة، وما عدا ذلك فمحمد زكي اليوم قد أبدع وقد أمتع وقد أقنع. بالتوفيق أحسين. إذا انتهت مرحلة فرع المرتل الصغير، دقائق قليلة ونعرف من تأهل إلى نهائي مزامير داود الأسبوع المقبل. فاصل قصير ثم نعود.